السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة بقى تحضري حاجة تحفة جدا جنب الشاي أو النسكافيه أو الآيس كوفي، وتكون جميلة وسهلة وبسيطة، وتحضريها من غير حليب ومن غير زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة مكلفة. في 10 دقايق بس هنحضرها، ولو عندك غطا إزازة هتحضريها. تعالي أقولك إزاي. يلا بينا نبتدي مع المقادير وطريقة التحضير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا كوباية إلا ربع من السكر البودرة. لو ما عندكيش سكر بودرة ممكن نستخدم سكر حبيبات عادي، هو بس هياخد وقت معانا عشان يدوب. هنستخدم كوبايه الا ربع من الزيت، وطبعا انا استخدمت اي نوع زيت مفيش مشكله خالص حتى لو اقل نوع. هنقلبهم مع بعض كويس، وطبعا السكر لو بودره هيدوب معانا اسرع بكتير من ما يكون حبيبات. قلب 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 قلب، وبعد كده هنضيف بيضه واحده بس، وهنضيف كمان رشه من الفانيليا، ونفضل نقلب بالشكل ده. بعد كده هنجيب معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ومعانا بقى شوية جوز هند كده من اللي باقيين من رمضان بقى اللي فات. هنحط منهم 3 معالق كبار وهنقلبهم. مش هيبقى عندنا غير ان احنا نضيف دقيق، هنستخدم اي نوع دقيق موجود عندنا، جميع الاغراض مفيش مشكلة خالص. حطيت كوباية من الدقيق وقلبتها، وطبعا احنا مش هنحتاج كوباية بس اول كوباية هنخلطها كويس عشان نضمن ان المكونات امتزجت. وكوباية الدقيق التانية هنضيفها شوية بشوية عشان نشوف هنحتاجها كلها ولا لا. انا احتاجتها كلها، يعني احتاجت كوبايتين من الدقيق، ممكن تحتاجي اقل منهم او اكتر حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه، فعشان كده بنضيف الدقيق بشكل تدريجي. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعملي لايك وتقولي بتتابعيني منين. وزي ما انت شايفه ده القوام اللي انا محتاجاه. وده هناخد دهنه بسيطه كده من الزيت اللي موجود معانا. هنجيب غطا ازازه وهنبتدي نشكل بالطريقه دي، وهنجيب كده معلقه كبيره من جوز الهند المبشور، وكل ما نشكل قطعه ننزلها في جوز الهند المبشور عشان تبقى الوش بتاعها عليه جوز هند. وممكن ناخد بقى رشه من جوز الهند ونرشها على الوش، مفيش مشكله يعني، كده او كده ينفع. وتشكيلها كله بغطا الازازه بمنتهى البساطه، يعني مش محتاجين اي مقادير ولا اي حاجه خالص او طوابع عشان نقدر نعملها، هو غطا الازازه بس. هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه. حطيها في صينيه، دخليها فرن سابق التسخين على درجه حراره 180 في الرف الاوسط اقل من 10 دقايق، وهيبقى جاهز عندك بالشكل ده. طبعا احنا مش عايزين نخلي الوش متحمر قوي، هو طبيعه بسكوت جوز الهند بيبقى وشه ابيض كده. طبعا هو ده معايا صينيتين من الصينيه اللي شفتيها. هعمل بقى جنبيه كده كوبايه من الايس كوفي، علشان تبقى تحفه جدا يعني. بنحط السكر طبعا والنسكافيه اللي هو القهوه سريعه الذوبان، وممكن نضربها بقى باي مضرب موجود عندنا. لو ما عندكيش مضرب النسكافيه اللي عندي ده، ممكن تستخدمي مضرب البيض عادي جدا، بنستخدم قطعه واحده منه مش الاتنين، بس لغايه ما تعمل معانا فوم حلو كده. بس ونحط الحليب والتلج بقى ونشرب احلى ايس كوفي. البسكوت اللي عملناه نقدر نحضره في دقايق بسيطه جدا، مش محتاج مننا طوابع، مش محتاج زي ما قلتلك لا حليب ولا بيض، لا بيضه واحده بس، ولا سمنه ولا زبده، وبيتعمل بالزيت وبيبقى حلو جدا. ولو جربتيه هتلاقيه طعمه كده يشبه الشكلمه. وطبعا هو كده حاجه بتدوب في البق وحاجه خطيره بجد، انا متاكده ان هو هينال اعجابك لو جربتيه. واللي جربوا يسيب لي راي في الكومنتس، انا بحب جدا لما بتبعتوا لي تطبيقاتكم على اي وصفه بننزلها على الصفحه. اتمنى لكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.